جاي لك اخبار حصريه من الكره المصريه. فيا عزيزي كمل معايا الفيديو للاخر ومش هطول عليك في المقدمه، ويلا نبدا في اخبارنا لحلقه النهارده. اول حاجه، بعد نهايه مباراه مصر وروسيا امبارح واللي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، الكل سأل هنا الكابتن حسام حسن العميد المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على قرار استبعاد مصطفى محمد، اللي هو القرار اللي الناس كلها شايفاه ان هو قرار غريب وان هو ما كانش ينفع، وان هو ازاي اصلا الكابتن حسام حسن ما خدش مصطفى محمد. فجاي لك في القرار دلوقتي وجاي لك في الرد اللي رده الكابتن حسام حسن على كل اللي سالوه على السؤال ده، وهو قال لهم بالنص: في كل العالم حصلت حاجات زي كده، وفي لعيبه عالميه ما راحتش منتخباتها، لعيبه عالميه ما راحتش منتخباتها، وما شفناش اي حد طلع واتكلم، ولا شفنا اي حد طلع وانتقد اي حد على اللي حصل ده، ولا شفنا نجوم عالميه طلعت وانتقدت على كل اللي حصل وكل اللي توجه لها، لكن ما شفناش الكلام ده غير في مصر. فلو كده اعتبروني اجنبي، اعتبروني اجنبي وما تسالونيش، اعتبروني اجنبي زي المديرين الفنيين الاجانب اللي جو ياما قبلي، وكله كان بيحترم رايهم وكله كان بيقول دي وجهه نظر ودي اراء فنيه. اعتبروني اجنبي وما تحاسبونيش على اني ما خدتش مصطفى محمد معايا، اعتبروني اجنبي وما تحاسبونيش على اني ما خدتش مهاجم لي سنه ما بيلعبش مع فريقه وفريقه هبط، اعتبروني اجنبي وما تحاسبونيش خالص. الخبر الثاني معانا وهو ان امام عاشور راجع الزمالك. هل الخبر ده صحيح؟ الخبر ده متقلقل حاليا، لان الخبر ده صاحبه ليه اكتر من مغزى من الخبر نفسه. يعني فكره ان الخبر ده يطرح في السوشيال ميديا او يطرح في اي برامج او يطرح في اي قنوات، فصاحب الخبر ده ليه مغزى من فكره ان خبر امام عاشور ده بالذات يطلع في الوقت اللي امام عاشور رافض تجديده مع النادي الاهلي وعايز يتساوى بتريزيجيه وعايز يتساوى باحمد السيد زيزو. فصاحب الخبر ده ليه اكتر من مغزى. المغزى الاول وهو ان الجمهور يفرح اول ما الاهلي يجدد لامام عاشور ويقول شابوه وسقفه للاداره على ان الاداره قدرت ان هي تقنع امام عاشور يكمل في الاهلي. اللاعب الزملكاوي اللي جايبينه من الزمالك، اللاعب الزملكاوي من صغره، فالاداره حاليا وقت ما كان عايز يمشي قدرت تقنعه وتخلي امام عاشور يكمل في الاهلي. المغزى الثاني وهو عشان الناس تعدي وتنسى القيمه اللي هياخدها امام عاشور. يعني المغزى الثاني هو ان الناس تنسى القيمه اللي هياخدها امام عاشور، لان الاهلي بشتى الطرق في الوقت الحالي مش عارف يقنع امام عاشور يكمل معاه، فالاهلي بيحاول يسعى جاهدا ان هو ينسي الناس. فعشان كده نزل الخبر ده، يعني الخبر ينزل ان امام عاشور رايح الزمالك، ان امام عاشور ماشي من الاهلي، ان امام عاشور رايح يحترف، ان امام عاشور هيروح اي حته بقى، علشان جمهور الاهلي يسكت اول ما امام عاشور يجدد ويعملوا ان هي شابوه للاداره وان الاداره قدرت تقنع اللاعب، ولكن هو غير كده نهائيا. المغزى الثالث والاساسي والرئيسي اللي عايزك ما تنساهوش هو ان اصلا جمهور الزمالك يا عزيزي الاهلاوي غير قابل لامام عاشور نهائيا. جمهور الزمالك مش قابل فكره ان امام عاشور يرجع تاني او يلعب تاني او حتى يشوف مباراه الزمالك من على شاشه التلفزيون عنده في بيته. جمهور الزمالك غير اي جمهور، وجمهور الزمالك مختلف وغير اي جمهور ممكن يتقال في حقه اي كلمه ويعديها. جمهور الزمالك مختلف، جمهور الزمالك هو قادر ان هو يقعد لعيب في بيته، جمهور الزمالك هو القادر ان يخلي اللعيب ده نجم. عشان كده عايز افهمك عزيزي ان جمهور الزمالك قادر على فعل اي حاجه هم عايزينها، ولكن جمهور الزمالك بيرفض ومستحيل اصلا يقبلوا فكره ان امام عاشور يرجع تاني الزمالك. لو رجع تاني الزمالك وهيدي فلوس للنادي، جمهور الزمالك هيقول لك انا مش عايز امام عاشور. الخبر الثالث معانا والمهم وهو ان الاهلي بينسحب من بطوله السوبر المصري. الاهلي ينسحب من بطوله السوبر المصري، والكابتن بيبو الخطيب يرفض فكره مشاركه الاهلي في السوبر المصري بالكارت الذهبي. الاهلي خايف يواجه مين؟
الاهلي خايف يواجه بيراميدز. النادي الاهلي خايف يواجه مين؟ النادي الاهلي خايف يواجه نادي بيراميدز. والكابتن الخطيب شايف ان ده تقليلا من قيمه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي رفض فكره ان هو يشارك في بطوله السوبر المصري بالكارت الذهبي. حتى الان الاهلي رفض الفكره دي، لكن ربما في الاوقات الجايه نشوف اختلافات في الموضوع. ثاني حاجه وهي احمد دياب رئيس الرابطه المصريه. احمد دياب صرح واتكلم ان في حاله ان الاهلي مش هيشارك بالكارت الذهبي هيحصل ايه؟ هيحصل ان الكارت الذهبي هيتلغي، وبطل كأس الرابطة مش هيلعب بطولة السوبر المصري، وهيبقى بين بطل الدوري بين بطل الكاس وهم الزمالك وبيراميدز بطل كاس مصر، ونادي الزمالك العظيم بطل الدوري المصري. نادي الزمالك حاليا هو الزمالك، وبيراميدز هو بيراميدز، والانديه الاثنين دول واصلين بمجهودهم للسوبر المصري، والاهلي زعلان ومش عاجبه ان هو يشارك بالكارت الذهبي فمش هيشارك. لكن في حته هنا لازم نوقف عندها ونتكلم فيها، وهو ان احمد دياب رئيس كاس الرابطه اتكلم ان لو الاهلي مش هيشارك هيتم الغاء الكارت الذهبي. طب ما انت كده ظلمت النادي اللي واخد كأس الرابطة. ما عندهمش أي مشكلة في الكرة المصرية نتظلم أي نادي، المهم النادي الأهلي وجمهوره إنهم مبسوطين، والمهم النادي الأهلي وجمهوره ما يزعلوش، المهم النادي الأهلي وجمهوره، والنادي الأهلي يحكم بأحكام وجمهوره يحكم بأحكام. هو الكلام والشعارات اللي احنا بنسمعها كتير دي، لكن النادي الأهلي لحد دلوقتي هو رافض الفكرة. كمان النادي الأهلي لحد دلوقتي مش هيشارك. كمان النادي الاهلي رفض بشتى الطرق لانه خايف يواجه بيراميدز من تاني هيعملها معاك بيراميدز هتزعل تاني اهلي بيراميدز بالثلاثه لا هيزعل. لكن الفكره هنا انه هيتظلم بطل كاس الرابطه قصاد ان الاهلي مش هيشارك في البطوله دي. فدي كده حرام وبينه جدا جدا، وانت ليه تظلم فريق وتحسب فريق على حساب فريق يا كابتن احمد دياب. كمان معانا خبر تاني وهو اني موفاسا لاعب النادي الاهلي السابق الموفاسا اكرم توفيق اللي رحل من النادي الاهلي غصب عن النادي الاهلي. حاليا الاهلي عايز يرجعه، فموفاسا النادي الاهلي اكرم توفيق اللي هو كان احسن لاعب في العالم في الاهلي بالنسبه لهم هم هيرجع، لكن عايز يرجع بشروطه. هيرجع بشروطه اللي هو ايه؟ عايز $1,000,000 في الموسم. عادي، ايه المشكله يعني $1,000,000 يعني ب 50 مليون جنيه مصري مش حكايه. ما انت بتدي زيزو بال 100 مليون وتريزيجيه بال 150 وبال 200 مليون في الموسم. يعني اشمعنى موفاسا اللي شارك في مباريات كتير قوي، موفاسا العالمي اللي شالك وعمل معاك تاريخ كبير، ليه ما تضيفوش؟ ليه ما تتحملهوش؟ ليه ما تديلهوش $1,000,000؟ يعني هو اقل من اللعيبه اللي خدت $1,000,000 يا اهلي، ليس اقل من اللعيبه اللي خدت $1,000,000. لكن الاهلي بيشكل في اللعيبه اللي هو عايز يديها كذا واللعيبه اللي عايز يديها كذا. لكن الوقت الحالي موفاسا طلباته واضحه للنادي الاهلي، ارجع بشروط وهي $1,000,000. واللعيب دلوقتي يعني عنده بدل المسؤوليه مسؤوليتين، فادفعوا له هتجيبوه، مش هتدفعوا مش هتجيبوه. اللاعب لو رجع علشان الاخبار هتتداول ان اللعيب شاري الاهلي واللعيب اهلاوي والكلام ده كله ما فيش منه. ولو نفتكر هو اهلاوي، والواد الصغير الحريف رمضان صبحي ربنا يعدي الفتره بتاعته دي يا رب على خير ويرجع تاني للنشاط الكروي ونشوفه في الملاعب تاني ان شاء الله باذن ربنا. هيرجع وهنشوفه لعيب بيكسر الدنيا من جديد، وهو رمضان صبحي اللي كان لاعب في النادي الاهلي وراح الدوري الانجليزي وهناك اهلاوي وغنى في الشارع واهلاوي من صغره والكلام ده كله، في الاخر رجع على بيراميدز عادي. فموفاسا بيعمل لك نفس التقاليد والحاجات دي دلوقتي علشان ما يجيلكش واحد على السوشيال ميديا ولا اي حد يطلع يتكلم ويقول لك ان هو قبل باي حاجه وهيرجع الاهلي قصاد اي حاجه. ما فيش منه الكلام ده نهائيا، واللعيب مرحب لكن بشروط. يعني اللعيب عايزني ارجع الاهلي، انا ما عنديش اي مشكله، انا كلاعب ما عنديش اي مشكله، لكن المشكله هي عندك انت اللي هو انا هرجع بشروط. انا موافق على $1,000,000 في الموسم انا راجع، انت مش موافق على $1,000,000 في الموسم انا مش راجع. فاللعيب راجع لكن راجع بشروطه هو بس.
الخبر الأخير معانا، وما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالخبر الأخير معانا عشان ما أطولش عليك، وهو يوريشيتش المدرب الخاص بنادي بيراميدز، الكابتن والمدير الفني اللي خد مع نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي، كأس مصر، المدرب اللي خد الانتر كونتيننتال. المدرب ده رحل على نادي بيراميدز وبعت رسائل وداع للعيبه، وودع اللعيبه والجهاز المعاون كله المصري قبل رحيله. وفي الوقت الحالي بيراميدز بيفاضل بين السويسري مارسيل كولر. النادي بيراميدز في الوقت الحالي بيفاضل بين السويسري مارسيل كولر والمدرب الثاني وهو الفرنسي باتريس كارترون. يعني بيراميدز بيفاضل بين السويسري مارسيل كولر وباتريس كارترون الثاني. وفي الوقت الحالي بيراميدز مفيش خبر مؤكد على اسم مدرب نهائي، لكن بيراميدز في الوقت الحالي بيفاضل بين الاثنين مدربين دول، باتريس كارترون ومارسيل كولر، ولكن ربما الضفة تروح أكتر لمارسيل كولر، لأنه عمل إنجازات كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي، وخد أكتر من بطولة قارية وخد أكتر من بطولة محلية، وعمل إنجازات. حتى وقت ما مشي مارسيل كولر من النادي الأهلي ما كانش وصل النادي الأهلي للأداء اللي هو وصل فيه، ولا كان النادي الأهلي بطريقة السيئة اللي هو فيها حاليا ولا أي حاجة. يعني المدرب دخل كبير، خد بطولات بالأهلي الكبير، عمل مع النادي الأهلي الكبير مباريات قارية، خد بطولات قارية كبيرة مع النادي الأهلي، فاز على الزمالك، فاز على كل الفرق اللي النادي الأهلي بيفرح جمهوره يفوز عليها، خد كل البطولات اللي الأهلي بيبقى مستنيها، خد بطولة أفريقيا أكتر من مرة ورا بعض، وده كان إنجاز كبير. ولما مشي من خلال الباب الكبير وما شفناهوش بشكل سيء. وانا وصلت لنهاية الحلقة، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي.